تبارك وتعالى. اسمع لهذه الآية جميلة جميلة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أيها الشاب، هل تريد أن تتزوج؟ نعم، فلما لم تتزوج؟ عرقل الزواج، فلا أبي يريد أن يزوجني أو لا يطيق أن يزوجني بالمعنى الأصح، ولا المجتمع هيأ لي فرصة الزواج. سيميل الشباب إلى أين؟ إلى الحرام، فنقع فيما حرم الله. ولا تكرهوا فتياتكم، فإن هذا من معاني الآية، أي لا تكونوا سبب في إكراه فتياتكم على الزنا إن أردنا الحصانة والصيانة، وإن أردنا الحلال فلا تجعلوهم بأساليبكم يلجؤون إلى الحرام. شبابنا يحترق يا قوم، شبابنا يحترق، شبابنا يتألم، شبابنا يتوجع، يبكي بلا دموع، ليلهم ليل ونهارهم نهار، فيه من الأحزان والكرب ما الله به عليهم، والناس لا يحركون ساكنا عياذا بالله. مع أن المسألة خطيرة، ولعلي أعرج على بعض منها إن شاء الله تبارك وتعالى. والسبب فيما دفع المجتمع له هو ما ذكره الله تعالى في آخر هذه الآية. قال الله عز وجل: تبتغون عرض الحياة الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لما تبتغوا عرض الحياة الدنيا؟ هنا المشكلة الآن، المغالاة في الأمور داخلة في قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا. والذين يبتغون عرض الحياة الدنيا أصناف، فالبنت داخل البيت مشاركة. سيقول قائل: كيف وهي تريد الزواج؟ كيف تكون مشاركة هنا؟ والأم داخل البيت مشاركة، والأب مشارك، والزوج الذي يريد الزواج مشارك، وأبوه مشارك، وجميع المجتمع مشارك في هذه الآية. تريدون عرض الحياة الدنيا. فالبنت لو جئت تخطبها مع أنها راغبة في الزواج وتتمنى أن تتزوج، وكم يوجد من الفتيات داخل البيوت من تتألم وتتوجع وتتمنى أن تتزوج، فلقد مر عليها ركب الزواج، بلغت 25 من عمرها ولم تتزوج، بل بعضهن قاربت 30 ولم